صحابي البايكر، صباح الفل عليكم. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى ايه ان شاء الله، بكره داخلين على الوقفه. فالنهارده بقى بنعمل الصيانه الدوريه للسكوتر علشان صنفور يعيد. وانا ماشي بالسكوتر حسيت ان هو فيه زي دردره كده، فحبيت ان انا افتح السي في تي معاكم وننضف السي في تي مع بعض ونشوف الخطوات واحده واحده كده، علشان على الاقل لما تروح للفني الفن ما يضحكش عليك وتبقى عارف هو بيعمل ايه. وكمان لو انت عندك العده فانت تقدر تشوف الخطوات وتقدر ترجع للفيديو وتقدر تنفذ الكلام دوت بنفسك. طيب، ايه العدد اللي انا هستخدمها علشان افك السي في تي او افك الوش دوت الاول؟ اول حاجه هنستخدمها هي طبعا مفك صليبه علشان نفك الفلتر. تمام. تاني حاجه هستخدم البيبه التمانية. تمام كده. لو معكش بيبه 8 فانت تقدر تستخدم طبعا اللقمه التمانية والدريك بتاعها. تمام. طيب البايكرز هنبدا الخطوه الاولى مع بعض، وهنحل طبعا المسامير بتاعه السي في تي وهنشوف الخطوات مع بعضينا. مسامير السي في تي اللي هي زي كده مثلا. تمام. وطبعا ما تنساش وانت بتحل اي مسامير لازم يكون معاك علبه تجميع للمسامير، ولازم تبقى عارف كل مسمار مكانه فين. تمام كده. ماشي. طيب يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده انا اول خطوه اهو طبعا بحل الايه المنافله. تمام. هي المنافله برضو بتبقى بمسمار 8. دي اول خطوه كده بعملها. تمام. ودينا وحلينا المسمار خلاص. طبعا ما تنساش مسمار المنافله دوت بيبقى اقصر مسمار فيهم. طبعا انا خلال وانا بحل هقول لك شويه ملاحظات علشان ما تتلخبطش في الايه في المسامير. تمام. يبقى اقصر مسمار ده بيكون بتاع الايه المنافله. هنروح على العلبه بتاعتنا ونحطه فيها، ما تنساش. تمام. طيب هنعمل كده، نشيل المنافله بتاعتنا اهي تتشالت بكل بساطه. تمام. عشان الدنيا تبقى سلسه معايا واعرف ان انا ايه اشتغل. هبدا احل بقيه المسامير زي ما انتم شايفين كده. تمام. واحده واحده بالراحه بدون اي نوع من انواع الايه الغشامه او الكلام ده كله، لان ما تنساش انت هنا بتفك في المونيا. تمام. فهتتغاشم الالمونيا، يا اما هتوسع يا هتتكسر وهكذا. كمان ما تنساش وانت بتحل السكوتر يبقى بارد شويه. تمام. علشان لو الالمونيا سخنه فممكن خلي بالك لا قدر الله حاجه تحصل او حاجه تقطم. هنفك بقيه المسامير وهنرجع لكم. صديقي البايكر، دلوقتي انا فكيت المسامير بتاعه السي في تي، وزي ما انت شايف كده ان المسامير ديت يعني زي ما انت شايف ان الاطوال بتاعتها مختلفه. تمام. علشان كده في الاول قلت لك احفظ كل مسمار مكانه فين. طيب لو انت نسيت بقى، لو انت نسيت يبقى ارجع للفيديو دوت. تمام. اول حاجه القصير دوت دايما بيبقى بتاع المنافله. تمام كده. ماشي. نحطه في العلبه. بعد كده بقيه المسامير كلها نفس الطول. تمام. وديت بتبقى اللي رابطه السي في تي من فوق زي ما انتم شايفين كده، من فوق خلاص، ومن ايه ومن تحت. طيب اهم ناخدهم نوديهم على العلبه. ماشي. طب دلوقتي بقى اتبقى عندي مسمارين طول. طب الطوال دول بقى بيكون مكانهم فين؟ الطوال دول دايما يا جماعه في اي سكوتر بيكون مكانهم اخر مسمارين، بيكون المكان بتاعهم اخر مسمارين. تمام. ادي واحد بيكون هنا اهو زي ما انتم شايفين. تمام. اهو هنا كده بيخش هنا اهو. تمام دوت. والتاني بيكون من تحت. تمام كده. يبقى دايما الطوال دولت بيكونوا اخر مسمارين. احنا حلينا بقى المسامير ودلوقتي هنشيل الوش بتاع السي في تي. يا دوب هو مجرد ما ايه ما هتحركه كده من مكانه. تمام. هتلاقيه ايه راح طالع معاك. طبعا خليك ايه بالراحه وسايسه. تمام. عشان يطلع معاك وما تكسرش حاجه. خليك عاقل وانت بتشيل. حتى الفني وانت واقف جنبه قول له ان هو ايه يعني تبقى ايده خفيفه كده زي الدكتور كده. بصوا بصوا بالراحه خالص هتلاقيه اتشال معاك والدنيا كويسه. طبعا انا عشان شغال بايد واحده فمش باين. زي ما انتم شايفين طبعا احنا هنستخدم الدريل وهنحط جواه اللقمه الايه ال17. تمام كده. طيب هنستخدم الدريل ليه؟ لان هو قوي بصراحه وبيدي عزم وهيحافظ لك كمان على الايه على المشرشر. بلاش المفاتيح البلدي والحاجات ديت. تقدر طبعا لو ما عندكش امكانيات تستخدم ايه الزرجينه. يلا بينا بسم الله هنحل مع بعضينا. زي ما انتم شايفين كده اهو الصاموله طلعت. طبعا الصاموله ديت بيبقى فيه تحتها ورده، خلي بالك عليهم. وخلي كل صاموله مع حاجتها عشان ديت مطبعه هنا فما ينفعش تخليها مع ايه مع اللي ورا. ركز معايا يا صديقي البايكر، ركز معايا. هنروح طبعا للي ورا دلوقتي وهنحله. تمام. علشان نبدا عمليه التنظيف. بسم الله.
صديقي البايكر زي ما انت شايف حلينا اهو الكلاتش الخلفي. تمام. طبعا بصوا كده الكلاتش الخلفي من جوه فيه زي ريجات. تمام. وفي اتربه وبتاع، فاحنا برضو هننضفه وهنشحمه ونظبط الدنيا. وما تنساش برضو ان بيبقى ليه زي ورده وللايه الصاموله بتاعته. تمام. يبقى دوت كده الايه الحل. ده الكلاتش الخلفي اللي احنا هنشيله دلوقتي قدامك. تمام. دوت طبعا السير. ادي يا جماعه الفاريتور اللي بيبقى جواه بكر السحب. بصوا بقى سبب الدردره ايه. بصوا يا جماعه كميه الاتربه. بصوا يا جماعه كميه اتربه مهوله مهوله من الشتاء طبعا بقى، والدنيا بايظه خالص. بصوا يا جماعه طبعا كل ده بقى هننضفه لان كل ده اللي عامل الدردره. طيب ادي السي في تي اهو. تمام. ادي السي في تي. اول خطوه هعملها لان انا حاسس بدردره. تمام. ان انا طبعا ايه هشيل بقى الفاريتور دوت اديله تنظيفه. الكلاتش الخلفي ده اديله تنظيفه. ويلا بينا نشوف مع بعضينا هنعمل ايه. بالنسبه لبكر السحب فبكر السحب دوت لسه سليم. هو في شويه تجاعيد بس هو لسه ايه سليم. بنعرفه منين ان هو اتنحل؟ لما انت بتلاقي ان هو من جنب او جنب التاكل. تمام كده. لما تلاقيه من جنب التاكل ومن الجنب التاني مستوي فتعرف ان هو ايه ان هو كده في الحاله ديت باظ. تمام. بس البكر ده كويس حالته كويس. ده طبعا الفاريتور. تمام. وده برضو هننضفوه. كمان هنشوف الكلاتش الخلفي. ده الكلاتش الخلفي ده تيل الطلعه زي ما انتم شايفين تيل الطلعه ناعم. فبرضه هنديله صنفره سريعه كده عشان يمنع الايه الدردره. طيب تعالوا نبص على السير كده ونشوف حالته عشان تعرف حالته. بتكنيك كده تبدا تشوف الايه الشقوق. لا هنا السير. بصوا يا جماعه اهي القطعات ديت بقى اللي بتعمل الايه الدردره. القطعات ديت زي ما انتم شايفين كده. هنا السير ده عمره الافتراضي المفروض راح في 60 داهيه. تمام. السير ده يا جماعه على فكره بقاله معايا حوالي 20,000 كيلو. تمام. فالسير ده طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا بايظه فيه خالص. فانا دوت ايه ان شاء الله هغيره. يعني هنضف الدنيا كده واشوف واغيره. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه. دلوقتي انا طبعا برضو هشيل المنافله. تمام. علشان ايه بقى نبدا ان احنا ننضفها بالمره يعني. طبعا يا جماعه المنافله ديت ليها طريقه في التركيب خلي بالك. تمام. ليها طريقه في التركيب. المنافله ليها طريقه في التركيب. ما ينفعش ان احنا تمام نركبها بالعكس او الكلام ده كله. تمام. اتشالت معانا خلاص. هنا بيبقى فيه زي مسمار كده واجزيء بتاعها. ده برضو هنشيله. ودوت اللي بيبقى ماسك السوستة. وانا بركب كمان شويه هوريكم بقى ازاي بنركب المنافله والحاجات دي كلها. ده طبعا الترس اللي بيناول من المنافله. وخلي بالك اثناء تركيب الترس ده خلي بالك في معلومه. لو ركبته غلط احتمال تقطم الكرنك. الترس ده ليه اتجاه معين لازم يركب فيه. تمام. هوريكم طبعا واحنا ايه بنركب ان شاء الله. كده زي ما انتم شايفين احنا ايه زي ما انتم شايفين اهو فضينا محتويات السي في تي كله. تمام. هبدا ان انا بقى ايه اديله غسله كويسه وابدا ان انا انضفه. وبعد التنظيف ان شاء الله هرجع لكم.